المشاهدون الأكارم، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون الدولة إريتريا، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. مكتب الزراعة في مديرية تسنى يؤكد تكاثر المواشي. أنشطة التشجير تحقق نتائج مرضية في مديرية فورو. عقد سيمينار للمرأة في ساوة من 7 وحتى 9 أكتوبر. صندوق النقد يخفض توقعاته للنمو العالمي ويحذر من الأسوأ. لبنان وإسرائيل يتوصلان إلى اتفاق تاريخي حول ترسيم الحدود البحرية. واليابان ترفع كل قيود فيروس كورونا على السياح. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أفاد مكتب وزارة الزراعة في مديرية تسني نمو المواشي كما ونوعا نتيجة الرعاية الجيدة. وأوضح مسؤول الثروة الحيوانية في المكتب السيد إلياس مناسي لوكالة إرنا وجود أكثر من 300 ألف رأس من المواشي في المديرية، ولا توجد أمراض مقلقة نتيجة الرعاية البيطرية المقدمة، داعيا أصحاب المواشي لعدم استخدام الأدوية غير المعروف مصدرها وجودتها. وحول أوضاع المراعي ومصادر المياه، أوضح قلة الحفائر رغم الأوضاع الجيدة للمراعي، وحث أصحاب المواشي للتأطر في جمعيات لرفع إنتاج اللحوم والألبان التي تعتبر منخفضة مقارنة بعدد المواشي. من جانبه دعا عضو مكتب الزراعة في مديرية تسني السيد تسفو كفلم أصحاب المواشي متابعة أوضاع مواشيهم الصحية وتقديم ألبان الصحية وتطوير عادة تخزين الحشائش وحل مصاعبهم بالانضواء في جمعيات تعاونية. أفاد مكتب الزراعة في مديرية فرود تحقيق نتائج مرضية من أنشطة التشجير التي جرت في ضواحي مالكا وإيرومالي ودنانلو. وأوضح مسؤول تنمية النباتات السيد أسمرام شمندي قيام السكان في شهر أغسطس الماضي بزراعة حوالي 29 ألف شجرة مستخدمة من مشتلي سجنيتي وحمبرتي، وزرعت في قرى عمر جابري وأومالي ودنانلو. وقال أن تجهيز السكان مسبقا للمدرجات والحفر ساعد في إنجاح التشجير، مشيرا إلى نجاح نمو الشتول المغروسة عامي 2001 و2002 بنسبة حوالي 85% وتخصيص الحراسة لها. وذكر المشرفون على أعمال التشجير أنهم لقد أنجزوا المبادرة متشجعين بنجاح السنوات الماضية، منادين لزيادة شتول الأشجار في المستقبل. دعا المهنيون الصحيون في مستشفى كرن المرجعي لاتباع إرشادات الكادر الصحي أثناء تناول الأدوية وعدم تناولها خارج الوصفات الطبية للتأثيرات الجانبية الضارة بالصحة. وذكر المهنيون الصحيون أن من المهم توخي الحذر أثناء تناول جميع الأدوية وخاصة المضادات الحيوية التي يتسبب الأدوية دون وصفات طبية في تخفيض الشفاء. وقال مسؤول الصيدلة في إقليم عنسبة الصيدلي حاجوس دراهيمانوت تحسن وفرة الدواء كما ونوعا، موضحا تقديم النصح والتوعية في جميع المؤسسات الصحية حول استخدام الدواء. وأشار إلى القيام بالمراقبة المستمرة للصيدليات العاملة في الإقليم وتقديم المعلومات اللازمة لها. عقد فرع الاتحاد الوطني للمرأة في ساوة ومؤسسة التعليم العالي سيمينارا للطالبات والمعلمات ورعايات الطلاب في مدرسة وارسايك كألو في ساوة من 7 وحتى 9 أكتوبر. تضمن السيمينار توضيحا حول القانون والصحة والتعليم
وخاصة توعية المرأة ومشاركتها في القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وأوضحت مسؤولة فرع سا ومؤسسة التعليم العالي في الاتحاد الوطني للمرأة السيدة أبا الراش هبتاي في السيمينار الذي عقدته تحت الشعار الشباب ضمان المستقبل، أوضحت أن على الشباب بصفة خاصة إدراك أن بناء الوطن الذي يستجيب لرغباتهم مسؤولية أولية، لذلك عليهم التعرف على الفرص الموجودة داخل التحديات وتغييرها لمصلحتهم. وقالت إن دور التنظيم الوعي مهم لتنفيذ برامج التنمية الوطنية وضمان السيادة وحماية السلام والمساواة الجنسية، داعية الشباب عامة والمرأة الشابة خاصة وبذل الجهد للاستفادة في الفرص المتاحة وتحقيق رغباتهن متسلحات بالوعي. مشاهدينا، فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم على الصعيد العالمي. خفض صندوق النقد الدولي من توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام القادم بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 2.7% مقابل توقعات سابقة في يوليو الماضي بنمو الاقتصاد العالمي خلال 2023 بنسبة 2.9%. وتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد العام القادم ركودا اقتصاديا سيشعر به ملايين الأشخاص حول العالم. وأوضح التقرير أن أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي سيشهد ربعين متتاليين من الانكماش الاقتصادي، في حين أن اقتصادات العالم الكبرى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين ستستثمر بالتباطؤ. وذكر تقرير صندوق النقد أن صدمات عام 2022 ستعيد فتح الجروح الاقتصادية للدول النامية والاقتصادات الناشئة والتي شفيت جزئيا عقب وباء كورونا. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد إن إسرائيل ولبنان توصلا إلى اتفاق تاريخي بشأن ترسيم حدودهما البحرية، علما أن البلدين في حالة حرب نظريا. وأضاف لابيد أن هذا الاتفاق التاريخي سيعزز أمن إسرائيل ويضخ المليارات في الاقتصاد الإسرائيلي ويضمن استقرار حدودنا الشمالية، مشيرا إلى أنه من المقرر عقد اجتماع لمجلس الوزراء الأمني المصغر حول الاتفاق المبرم بوساطة أمريكية. وقال لبنان أعلن في وقت سابق بأنه حصل على كامل حقوقه في المقترح الذي تم صياغته بوساطة أمريكية لترسيم حدوده البحرية مع إسرائيل وفق ما جاء على لسان نائب رئيس مجلس النواب إلياس أبو صعب. وتوسط الولايات المتحدة منذ عامين بين لبنان وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق بهدف إلى ترسيم حدودهما البحرية وإزالة العقبات أمام التنقيب عن النفط والغاز. بعد فرض قيود مشددة لمكافحة فيروس كورونا طيلة عامين ونصف، أعادت اليابان فتح حدودهما أمام السياح في خطوة تأمل من خلالها السلطات إنعاش الاقتصاد. وأغلقت اليابان حدودها في بدايات الوباء حتى أنها منعت في مرحلة ما المقيمين الأجانب من العودة قبل أن تبدأ مؤخرا رفع القيود بحذر. وفي يونيو الماضي بدأت السماح للسياح بالقيام بزيارات ضمن مجموعات وبرفقة مرشدين، وهو شرط تم تخفيفه لاحقا ليشمل الرحلات السياحية المحجوزة سلفا من دون الحاجة إلى مرشد. وكانت الحكومة اليابانية قبل كوفيد-19 في طريقها لتحقيق هدف 40 مليون زائر بحلول العام 2022، عندما كان من المفترض بأن تستضيف اليابان دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.
واضطرت الحكومة للتدخل مرة لدعم العملة المحلية، بينما أشار رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إلى ضعف الين كعامل أمل بأن يجذب السياح عندما أعلن إعادة فتح البلاد. الخبر الأخير في هذه النشرة: ذكرت وكالة أنباء انترفاكس الروسية نقلا عن وزارة الدفاع أن روسيا أطلقت صاروخا سويوز 2.1 بي وعلى متنه القمر الصناعي جولوناكوس كيه للملاحة في قاعدة فضائية في شمال البلاد. ونقلت الوكالة عن الوزارة قولها أن الطاقم التابع لقوات الفضاء أطلق بنجاح سويوز 2.1 بي، وهي مركبة إطلاق من الدرجة المتوسطة مع نظام الملاحة الفضائية جولانوس كيه. وانطلق القمر الصناعي على متن الصاروخ في ساحة بيليسيتسك الفضائية، والتي تبعد 800 كيلومتر شمال العاصمة موسكو. وأنفقت روسيا مليارات الدولارات في العامين الماضيين على تطوير نظام جولوناس الذي يعتبر المنافس المحتمل لنظام التموضع العالمي الأمريكي GPS. ختام النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين. مكتب الزراعة في مدينة تسني يؤكد تكاثر المواشي. أنشطة التشجير تحقق نتائج مرضية في مديرية فورو. عقد سيمينار للمرأة في ساوى من 7 حتى 9 أكتوبر. صندوق النقد يخفض توقعاته للنمو العالمي ويحذر من الأسوأ. لبنان وإسرائيل يتوصلان إلى اتفاق تاريخي حول ترسيم الحدود البحرية. واليابان ترفع كل قيود فيروس كورونا على السياح. انتهت النشرة. شكرا لحسن الإسماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.